السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا علي عبد العزيز وحلقه جديده من خميس الجدل. النهارده هتكلم عن حاجه يعني يمكن كانت محتاجه فيديو طويل، بس انا حابب ادي نبذه عنها، وهي امتى يكون التسعير بتاع العقار ده كويس وازاي نقيسه. تسعير العقار مش بس بيتحدد على الطلب، تسعير العقار بيتحدد على السعر التنفيذي بتاع الوحده، وده نقدر نقيسه كويس قوي لو مع مطور او كومباوندات اوريدي متسلم فيها حاجه. انا بشوف ان لو انت بتشتري من المطور ريدي تو موف وفي ريدي تو موف، فطبيعي ان هو يكون لغايه ضعف السعر، عشان طبعا انت لما بتروح تشتري من بني ادم عادي بتدفع له كاش، وطبعا بيكون في نسبه ريسك لان شاري ريسيل قبل كده عارف ان حواراته كتير. لكن لما تشتري من مطور مفيش ريسك وانت فاهم انت هتدفع كام، وكمان بتقسط لغايه الضعف. اكتر من كده كتير قوي، يعني الضعف دي اصلا كتير. طيب لو انا بشتري اوف بلان من مطور وفي في مشروع سابق ليه قريب بنفس المعايير، تسعير واضح للريسيل، انا شايف ان المطور لو زود عن السعر اكتر من 20% على البيمنت الطبيعيه اللي هي المفروض تبقى 10% على 8 سنين، يبقى ده كده تسعير مبالغ فيه. طيب هدي مثال زي ايه؟ عندك مثلا كومباوند سراي الاس فيلا فيه سعر التنفيذ فيها كاش من اول 10 لغايه 12 مليون حسب اللوكيشن على حسب المساحه. طب لو رحت تشتري من المطور ريدي تو موف مش هتلاقي اس فيلا، بس لما كانت نازله كانت ب 26 مليون على 8 سنين، تقسيط 8 سنين بالنسبه لريدي تو موف، وبالسعر ده يعني يعتبر ضعف السعر. انا شايف ان هو يمشي. طيب بالنسبه للاوف بلان انت بتلاقي ان هو الاس فيلا بتبدا معاك من 17 مليون، لو عايز حاجه حلوه شويه معاك لغايه 21 22 مليون تقسيط على 12 سنه. طيب ده بالنسبه للحسبه اللي انا قلتها مش منطقي، ولكن بالنسبه لان انت بتدفع 12 سنه هو منطقي جدا. انت لو رحت للمطور قلت له انا هدفع يا باشا 10% قسط على 8 سنين، هتلاقي ان الاس فيلا دي نزلت لغايه في حدود 13 مليون او اقل شويه. فكده ده تسعير مميز جدا بالنسبه لمشروع سراي. طيب بالنسبه مثلا ايه اللي ممكن يكون فيه تسعيرات مش مميزه؟ انت عندك مثلا المشروع بتاع هايد بارك، عشان تشتري فيلا ريدي تو موف ستاند الون بتتكلم في حاجه 90 مليون، نفس المساحه موجوده ريسيل ب 30 مليون والتقسيط على 6 سنين مش على سنين ضوئيه. فانت كده ما فدتنيش انا كعميل، ما استفدتش اما انا اشتريت عندك. فقبل ما تشوف الكومباوند اللي انت بتشتري فيه التسعير بتاعه مناسب ولا لا، لازم تعرف الريسيل هناك سعر التنفيذ بيتنفذ ازاي. مثلا لو هنتكلم عن هايد بارك برضو، الشقق الثلاث غرف هناك ريسيل في حدود من 8 لغايه 13 مليون. لو خدنا سعر افريج 10 هتلاقي في هايد بارك سنتر المشروع الجديد اللي هو قدام هايد بارك على طول في شقق ثلاث غرف ب 10 وب 11 مليون تقسيط على 10 سنين. فدي كده فرصه كويسه. ما تقوليش هو الشقه ام 12 مليون دي مين هيشتريها، لان الشقه ام 12 مليون دي حضرتك حد هيشتريها كويس جدا بعد 4 سنين، زي ما من 3 سنين كنا بنقول شقه ام 8 مليون مين هيشتريها، ومن 10 سنين كنا بنقول شقه ام مليون مين هيشتريها. فسعر العقار كده كده بيعلى، ولما بتقسطه انت بتبقى عارف ان فلوسك في ايدك.